واحد من الناس ظلم بشهادة زور على قطعة أرض، زور، الأرض له وملكه وأبوه وجده والناس يعرفون، لكن واحد أراد يأخذها لأنها أمام البيت، يبغاها مرحب للضيوف وموقف للسيارات، فراح حوطها. جاء صاحبها: يا أخي هذه الأرض حقي. قال: أبدا، ما هي لك ولا الشرع. هنا اشتكى ذاك، قال: تحت يدي، عندك بينة؟ قال: عندي بينة. راح جاب بينة كاذبة أن هذه الأرض المحدودة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ملك لفلان بن فلان، أبا عن جد، لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه فيها مشارك، والله على ما نقول شهيد. طبعا درسهم الشهادة في الليل ووراهم في الليل، والله يشوفهم في الليل وهم على الحدود، وأيضا أغراهم بفلوس وأغراهم بمثلها. قال: الدنيا دوارة، واليوم عليك وبكرة لك، وتروها المثلها، إذا شهدتوا لي بكرة تروا بكرة بشهد لكم. قالوا: ما لنا فيك عذر، وشهد. قال القاضي للمشهود عليه: قال: عندك فيهم جرح هذا الشهود؟ قال: لا، ما يحتاجون تزكية، أنا أزكيهم، لكن كلمة أقولها يا شيخ. قال: نعم. قال: والله إني أعلم أنه يعلم هو وهذا صاحب الدعوة والشهود إنهم كذابين، وإن الأرض لي، ولكن أرادوا أن يأخذوها غصبا، فأنا أحولهم على الله يعطيني ينصفني منهم رب العالمين. قال: توقع عندك اعتراض على الصك؟ قال: لا، ما عندي اعتراض، موافق بالعشر، وإنه ينزل وإنه يفزع إلى الصلاة. خرج من المحكمة ودخل المسجد ورفع برقية عاجلة إلى الله، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن هذا ما كان يبغى بعد حين، صلى ركعتين وقال: اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني وأخذ الأرض وهي أرضي، وشهد 2 ظلم وزور، وأنه الآن بيحوطها ويبني فيها وأشوفه بعيني، فإن قتلته قتلوني، وإن قعدت أشوفه كل يوم قتلني في قلبي. اللهم إني أسألك أن تنصرني هذا اليوم، ما هو بكرة. يقول: أبغاها جلدي جلدي، يعني بسرعة، عاجل. ونزل، خرج من المسجد وراح بيته. دخل القرية مكسور الفؤاد حزين. قالت له زوجته: ايش فيك؟ قال: ولا شيء، افرشي فراشي ابغى ارقد. فرشت له الفراش ونام قبل الظهر. وقليل وإذا بالصارخ يصرخ في القرية: ايش فيه؟ قالوا: حادث مروري. لمن؟ للثلاثة، الشاهدين وصاحب الصك. قد أخذ الصك بدون في جيبه والشهود معه، وقال لهم: الغداء تونا في البيت. وفي لفة القرية وفي نشوة الفرحة في الأرض أخذ اللفة بقوة، فانقلبت السيارة أكثر من مرة، ومات الرجل ومات الشاهدين، وما أمسوا تلك الليلة إلا في قبورهم. وفي اليوم الثاني بعد العزاء تأتي المرأة وتأخذ الصك من بدلة زوجها وهو ملطخ بالدم، وتذهب إلى القاضي وتقول: يا شيخ، هذا الصك والله ما قتل زوجي إلا هو، والله ما هي لنا الأرض هذه، على الأقل راح زوجي، على الأقل يروح العوالي كلهم. قالت: هذه الأرض نبرأ إلى الله، ما هي لنا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.